ناس كتير بتسألني عن الجواز من أمريكية. الفكرة على الورق شكلها عظيم جدا، لكن لازم تسأل نفسك ليه 99% منها بتفشل. قدامك دلوقتي الأمريكانيات وطباعهم وانت بنفسك تقرر. اللبس حدث ولا حرج، الكارير مهم عندهم وبيجي نمبر وان، الطبخ ما بيطبخوش، وإذا طبخت وعملت لك للعشاء سلطة هو ده الطبق اللي انت هتاكله. حاجة تانية مهمة جدا، الامريكانيات مش بيناموا لحد الظهر في يوم الاجازه ولا هيقعدوا في البيت. من الصبح تقول لك يلا نجري، يلا نروح نركب بايكس، يلا نعمل بيكنيك، يلا نتغدى بره، يلا نروح نقابل صحابنا. وطبعا الراجل المصري عايز ينام يوم اجازته لحد الظهر. تاني، صحابها مهمين عندها، صحابها نمره وان، ممكن يكونوا رجاله، ممكن يكونوا ستات، ممكن يكونوا بنات من ايام الدراسه وهم صغيرين، صحاب قوي يسافروا مع بعض، هيحضروا حفلات مع بعض، هتسافر افراحهم. الزي القومي هنا معروف الهات شورت والكراب توب. انت لو انت اوكي بكده اتس اوكي. ممكن تطق في دماغها وتسافر بلد تانية، انت مش هتقدر تمنعها. او ما كانت ممكن تيجي لها فكره تلف العالم على بايك. افكار غريبه عجيبه، وممكن تستثمر في حاجه تانية، ممكن تسيب شغلها اوفر نايت. بالليل هتقول لك لا يلا سينما، لا انا زهقانه، يلا مسرح، يلا نتعشى بره، يلا نتغدى بره. الحياه دي هي دي حياتهم. انت بالنسبه الجواز مش ملهوفين قوي على الجواز زي عندنا المساكين اللي عندنا. انت اللي هتحايل عشان تتجوز، وهي هتبقى مش عايزه تتجوز اصلا، عشان تكون عارف، وبيغيروا لمجرد التغيير.